السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. بتبدأ أحداثنا النهاردة في مدينة اسمها مدينة البصل الأصفر، وبنشوف واحد اسمه شيهو وهو بيتكلم مع واحدة اسمها كبر. بيقول لها أنا مبسوط إنه بيتعامل معاها وبيبدل الجواز بتاعته وبياخد مقابلها فلوس، وبيوريها كائن اسمه سكوت جلير بيعرفها إن ده أكبر واحد في النوع بتاعه. كبر بتقول انها عايزه الاخطبوط الكبير والا مش هتتعامل معاه تاني. بيقول لها هو انه خلى كل اللي شغالين معاه يدوروا على الاخطبوط لكن ما لقوش اي اثر، وبقالهم سنين بيدوروا عليه. لكن كبر بتكون مصممه انه يدور عليه تاني ويلاقيه، وبتاخد سكوجلر وبتمشي. اول ما بتمشي بيروح هو يقول لرجالته ان عايزهم يدوروا على الاخطبوط، لكنهم مصممين انه مستحيل يلاقوه. يفضلوا يضحكوا وبيقولوا ان مفيش حاجه اسمها اخطبوط اصلا، هم بيداروا عليه بقالهم سنه ومالوش اي اثر. لكن بيكون في ارنب اسمه بوني بيتكلم مع صاحبته ايج وبيقول لها اننا ممكن احنا ندور عليه ولا ايه. بعد كده بنشوف بنت اسمها اركي، هي لسه صاحيه من النوم وبتنادي على اصدقائها من الحشرات المضيئه وبتوريهم اخر اختراع عملته علشان تساعد باباها انهم يولدوا طاقه شمسيه تساعدهم على زراعه النباتات بتاعتهم. لكن في الوقت ده باباها بينادي عليها وبتروح بسرعه علشان تشوفه. فأول ما بتوصل بيكون باباها واقف في الحديقة وبيهتم بالنباتات، وارك بتكون فرحانة انها تتعلم منه كل حاجة. لكن اثناء ما هما بيتكلموا بيشوف شيء غريب، شعاع كبير بيخرج من المدينة اللي جنبهم وبيطير ناحية السماء. ولما تسأل اركي باباها ايه ده، بيقول لها ان دي الاجهزة بتاعت سكان المدينة اللي بيستخدموا فيها الطاقة الشمسية علشان يوجهوها ناحية الآلات والاختراعات بتاعتهم. وبفضل يفهمها ان سكان المدينة دول اشرار وعايزين يدمروا العالم، والاختراعات بتاعتهم دي هتعمل خلل في النظام الشمسي. وبعدها بيروحوا هما الاتنين على كهف. بيبدأ باباها بقى يشرح ازاي تستخدم المرايات في انها توجه اشعة الشمس ناحية النباتات، وارك بتقول انها فكرت تخترع مكنة تساعدهم على توليد الطاقة وتسهل عليهم كل شغلهم. لكن باباها بيقول لها ان المكنات دي مدمرة ولازم نفضل نستخدم المرايات، وبيعرف انها دلوقتي كبرت وهيقدر يعتمد عليها، وبيخليها هي اللي توجه المرايات بنفسها. وفعلا بتبدأ ارك توجه المرايات. المشكلة انها بتكون دلوقتي مش قادرة تتحكم في دفة التوجيه والمرايات بتكون هتقع منها. ساعتها بيساعدها باباها وبيمسكها معاها وبيقول لها تفضل مثبتاها. وفعلا المرايات بتشتغل والشمس بتدخل والحشرات المضيئة بتشحن طاقتها من الشمس وبتروح علشان توجهها ناحية النباتات. بس في الوقت ده بتبدأ ارك تحس ان المرايات هتقع منها، وبتحاول انها تلحق نفسها وتمسكها بكل قوتها. لكن للأسف المراية الكبيرة بتقع من ارتفاع عالي وبتتكسر. وبابا ارك بيفضل يقول لها ما تزعلش، هو كان بيغلط زيها زمان لما كان صغير واكيد في يوم هتتعلم. بس ارك بتكون زعلانة وبتقول انها تمشي تقعد لوحدها في اي مكان تاني علشان تضمن انها مش هتبوظ اي حاجة. وفعلا بتروح تقعد لوحدها عند البحر، بتشوف شعاع قوي جدا جاي من المية. ولما بتروح تشوف ايه مصدر الشعاع ده بتلاقي بلورة كبيرة بتمسكها وبتقول ان هي دي الجزء اللي كان ناقص في الجهاز بتاعها. وبتاخدها وبتروح على اوضتها علشان تكمل الجهاز، بتوريه لباباها وبتثبت انها صح. في الوقت ده بنشوف شهوه ورجالته وهم راكبين طياره ضخمه جدا وبيدوروا على الاخطبوط. بيفضل رجالته يقولوا له انهم كده كده مش هيلاقوه لانهم دوروا كتير، لكن شهوه بيقول لهم انه عارف انهم مش هيلاقوا حاجه، بس هو بيعمل اللي عليه. وبيعرفهم ان جايب معاه بوني ويج على مركبه تانية علشان لما ما يلاقيش حاجه يعاقبهم، لان بوني قال انهم هيلاقوا الاخطبوط هنا. في نفس الوقت ده بيكون بابا ارك بيحاول يصلح المرايات اللي اتكسرت، وبيسمع صوت الطياره الضخمه وبيشوف شعاع طاقه قوي، فبيخاف على اركي ويخرج من الكهف علشان يروح يدور عليها. اثناء كده بتكون اركي في الاوضه بتاعتها وبتعمل التجربه وبتحط البلوره في الجهاز، وده بيخلي الطاقه تتولد بشكل كبير جدا. تخرج من الأوضة، ساعتها بيشوف الشعاع ده باباها وشوهه وكل اللي على الجزيرة. باباها بيكون خايف عليها جدا وبيجري وبيفضل ينادي عليها، وساعتها بيقدر شوهه واللي معاه انهم يشوفوا باباها، وبيكونوا مش مصدقين نفسهم انهم لقيوا اخطبوط حقيقي. بيبداوا على طول انهم يطردوه وبيرموا عليه اقفاص حديدية علشان يمسكوه، لكنه بيقدر يجري منهم وبيحاول يستخبى. بس رجالة شوهو بيفضلوا وراه لحد ما بيقبضوا عليه في الآخر. أثناء المطاردة دي بيتعرض بوني وإيج لحادثة طيارة. الطيارة بتاعتهم بتقع على الجزيرة، وبتكون أرك في الكهف علشان تفرج باباها على التجربة بتاعتها، لكنها بتلاقيه مش موجود. بس وهي في الكهف بتسمع صوت طيارة بتقع، فبتروح علشان تشوف مين اللي عليها، وبتقف تستخبى وتتفرج على بوني ويج، وبتكون مندهشة لأنها أول مرة تشوف أي مخلوق تاني غير باباها. تفضل تفكر تتكلم معاهم ولا لأ، لحد ما بتقرر تعرفهم بنفسها وبتقول لهم ان اسمها ارك. وبوني هو كمان بيعرفها بنفسه وبيقول لها انه من المدينه وكانوا جايين هنا في رحله استكشافيه. بتنبهر اركي اكتر لانها نفسها تشوف سكان المدينه والاجهزه بتاعتهم، لكنها بتقول لهم انها لازم تعرف باباها الاول قبل ما تتكلم مع ناس غريبه. ولما بتخرج من مكانها بتشوف الاقفاص الحديد على الارض، وبتعرف ان في حاجه مش كويسه حصلت لباباها. وساعتها بتشوف الطياره، بتعرف ان باباها اتخطف، وبوني بيقول لها ان اكيد شهوه اللي خطفه ورايح بيه المدينه علشان يبيعه. تسال اركي وبيبيعه ليه، بيقول لها بوني انه ما يعرفش بالظبط،
بس هو سامع ان الاخطبوط عنده قدرة على تجديد الخلايا والشفاء، علشان كده كل سايق جوايز بيدور عليه. وساعتها بتطلب منه اركي انه ياخدها معاه للمدينة وهم راجعين. الناحية التانية في المدينة بنشوف واحد اسمه الدكتور مايبي، وهو واقف قدام الأجهزة بتاعته. بتدخل كبرة تديله كائن سكوجلر وبيحطه في الجهاز وبيحاول انه يستنسخ الحمض النووي بتاعه علشان يرجع بيه بنته، لكن الجهاز بيقول له ان الحمض النووي بتاعه ضعيف. بيتضايق مايبي وبيقول لكبر انه محتاج الاخطبوط علشان ياخد الخلايا بتاعته. بيطلب منها تكثف البحث وتدور عليه في اسرع وقت. كبر بتخرج من عند الدكتور مابي وبيكلمها شهوه وبيقول لها انهم لقوا الاخطبوط وجاي علشان يسلموا ليها. فلما تخرج كبر بتاخد منه الاخطبوط وبتديله المكافأة بتاعته. في الوقت ده بتكون اركي وبوني ايج بدأوا يتحركوا، بس بيكونوا ماشيين على رجليهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيدخلوا غابة، وهناك بتبدأ كائنات الغابة تهاجمهم. بتحاول تهرب لكنها بتتفاجئ بشجرة كبيرة بتبلعها. اول ما بتدخل جواها بتشوف رؤية عن باباها انه محبوس وبينادي عليها، وبتشوف بني ادم تاني بيمد ايده ليها. واول ما بتخرج من الشجرة بتشوف ان ورق الشجر اللي في الغابة عاملين اعصار علشان يهجموا عليها. فجأة بتخرج بنت من الورق ده وبتقول لهم انها حارسة الغابة وهتقضي عليهم، بس بتبص على اركي وبتقول لها ان شجرة الحكمة اختارتها علشان تقول لها رسالة. ده بيخليها تفكر الاول قبل ما تدمرها. ولما بتسالها اركي ليه شجره الحكمه اختارتني انا بالذات، بتقول لها حارسه الغابه ممكن الشجره تكون عايزه توصل لك رساله عن مصيرك وانك لازم تنفذي اللي شفتيه في الرؤيا. بتقول لها اركي ان قدرها انها تنقذ باباها، وده بيخليه حارسه الغابه تتعاطف معاها وتقرر تطلب من اوراق الشجر يشيلوهم ويطيروا بيهم لحد المدينه. وبعد شويه بنشوف مابي وهو في المعمل وبيفاق بابا اركي. نعرف ان الاتنين كانوا عارفين بعض كويس. مابي بيقول له ان عدى 12 سنه على اخر مره اتقابلنا فيها. بيقول له بابا اركي انه ما كانش يعرف ان ده هيحصل، وبيقول لي مابي انت اللي حاربتني الاول. لكن مابي بيقول له ده كان زمان، وانا غلطت وخسرت بنتي في المعركه دي، ودلوقتي قررت اجيبك علشان اخد الخلايا بتاعتك وارجع بنتي تاني. ومن الناحيه التانيه بنشوف اركي وبوني وايج وهم راكبين على السحابه اللي شكلتها ورق الشجر وبتوصلهم لحد المدينه، واركي بتفضل تشكرهم. بعدها بيدخلوا على المدينة وبتكون أركي منبهرة من اللي شايفاه بسبب إن في آلات واختراعات كتيرة غير الهدوء اللي متعودة عليه في الجزيرة. لكن المشكلة إن صائدي الجوايز بيشوفوها وبيقولوا إنهم كده هيبقوا لقيوا أخطبوطين والجايزة هتكون كبيرة وبيبقوا عايزين يمسكوها. بتسألهم أركي عايزين تمسكوني ليه؟ يقولوا لها علشان المجسات بتاعة الأخطبوط اللي عندك نادرة جدا وبتتباع برقم غالي جدا. تبدأ أركي تجري منهم وهي خايفة لحد ما بينادي عليها بوني ويقول لها تيجي معاه. فعلا بتروح معاه وبيقدر يهربها. ساعتها بيستخبوا في مكان وبتبدأ أركي تسأله هو ليه الناس كلها بتجري ورانا؟ بيقول لها علشان المجسات بتاعتك. بتبدأ تفهم وبتسأله هو ليه أصلا كان شهوه جاي على الجزيرة. ساعتها بيحس بوني إنه مكسوف منها، بيعرفها إنهم في الأساس كانوا جايين علشان يخطفوا باباها. فبتتضايق منه أركي وبتقرر إنها تسيبه وتمشي علشان تروح تدور على باباها. وبوني بياخد باله إنها تعبانة والقشرة بتاعتها اتكسرت ومحتاجة علاج بسرعة، لكنه بيحس بالذنب من اللي عمله في أركي. فبيقرر إنه يدخل الكهف اللي بيتجمع فيه هو وكل صيادي الجوايز. فعلا بيدخل وبيشوف اركي هناك وبيقول لها ان اللي بتعمليه ده خطر جدا لان كل اللي هنا ممكن يمسكوه. فعلا في الوقت ده رجاله شهوه بياخدوا بالهم منها وبيبداوا يطاردوها، فبتجري بسرعه. وبوني وايج هما كمان بيحاولوا يجروا، لكن رجاله شهوه بيمسكوا بوني. وبيفضل شهوه يفكر انه مديون له بفلوس كتيره وانه محتاج فلوس دلوقتي علشان يعالج اجي، علشان كده بيطلب منه يعرف مكان اركي وهو يديله فلوس كتير. بوني بيرفض وبيقول لهم انها مش للبيع، لكن شهوه بيهددوا. ساعتها بيخافوا بيقرر يقول لهم على مكانها. فعلا بيتحركوا وبيروحوا يقبضوا على اركي، واركي بتكون زعلانه وبتفضل تقول لبوني انها كانت فاكره انهم اصدقاء لكنه غدر بيها. بوني بيكون متضايق وبيقول لها انه عمل كده وهو مضطر. بعد ما بيسلمها بيطلب من شهوه الفلوس اللي وعدوا بيها، فبيقول له شهوه انه من البدايه كان مديون له بفلوس كتيره وهو اكيد مش هيديله فلوس تاني، ويعرفوا انه يعتبر ان اللي عمله ده مقابل الديون اللي عليه. ومن الناحيه التانيه بنشوف الدكتور مابي وهو بيتكلم مع بابا اركي وبيقول له انه هيرجع بنته. باباها بيقول له انت عمرك ما كنت اب كويس لانك انت اللي بدات تحاربني، وبنتك كانت معاك وانا بقيت اب ليها احسن منك. واثناء ما هما بيتكلموا بتعرفهم كبري ان اركي معاها. هما بيشوفوا الصوره بتاعتها على الشاشه وبيكون فرحان جدا، وبيطلب منها محدش يلمسها ويجيبوها لحد عنده سليمه. فعلا بتروح اركي علشان تقابل مابي واللي بيبدا يشرح لها انه يبقى باباها الحقيقي، ويعرفها انهم لما كانوا على كوكب الارض حصلت كارثه كبيره خلصت على كل البشر، وهم اخر 2 اتبقوا من الكوكب. ومابي وقتها فضل يفكر في طريقه يرجع بيها البشر تاني، واكتشف ان الاخطبوط عنده قدره على تجديد الخلايا. فقرر يطارد اكبر اخطبوط وقتها ويمسكه، لكن في المعركه دي بنته اركي ماتت منه. الاخطبوط ده خدها ونقل جينات منها لاركي وقرر يربيها وبقت نص بشر ونص اخطبوط. طبعا اركي بتكون مش فاهمه حاجه وبتقول له انها عايزه تشوف باباها. يقول لها انا باباك الحقيقي، لكن اركي بتقول له انا عايزه بابا الاخطبوط اللي رباني وعلمني كل حاجه. يقرر مابي ياخدها له وبيقول لها انه يستخدمه علشان يرجع البشر يعيشوا تاني. اركي بترفض وبتقول له انها مش هتسمح له يأذي باباها. بتقول لها مابي ان مفيش قدامها اي اختيار تاني ولازم تسمع كلامه. وساعتها بتتكلم كبر وبتقول له انها مش هتوافق انها تفضل شغاله معاه طول ما هو بيأذي المخلوقات. بتعرف انها مش هتسمح له يأذي اركي، وعلى
طول بتهجم مابي وبتاخد اركي وبتهرب، واركي بتروح معاها على المخبأ السري بتاعها. كبر بقى في الوقت ده بتفرجها على كل كائنات الاسكلوجز اللي مربياها، وبتعرفها انها بتشتريهم من صعيد الجوائز علشان تخليهم يعيشوا هنا بحريه ويكبروا ويبقوا قهوه. هي عملت كده لما لقت انهم في خطر، ومابي مستعد يأذي كل اللي حواليه علشان خاطر بنته. من الناحيه التانيه بيكون مابي متضايق من اللي حصل، وبيقول لبابا ارك انه هيستخدم القوه القصوى للجهاز بتاعه علشان ياخد الطاقه الشمسيه ويحاول ياخد الجينات بتاعته ويعمل التجربه علشان يرجع بنته. لكن باباها بيفضل يقول له ان اللي بيعمله ده ملوش لازمه، بنته خلاص ماتت ومفيش حاجه هترجعها تاني. مابي بقى بيكون خلاص في الوقت ده شغل الجهاز وخرج منه شعاع طاقه قوي جدا. بعد شويه بتروح اركي عليه علشان تحاول توقفه، وتفضل تقول له انه شخص مريض وعايز يدمر المدينه كلها. بس لما بيتكلموا بنشوف بوني وايج وهم قاعدين، وبوني بيكون متضايق جدا من اللي عمله وانه باع اركي. بتقول له ايج على فكره يساعد بيها اركي. فعلا بعد شويه بنشوف بوني وهو سايق الطياره الضخمه وبيدخل بيها في المكتب اللي فيه مابي وبيدمره، واركي بتفرح جدا وبتشكر بوني وبتروح بسرعه علشان تخرج باباها. وساعتها بيتضايق مابي ويقرر انه يدمر الجهاز علشان ينفجر فيهم. بيهرب بسرعه، لكن قبل ما يهرب بتكون كبري مستنياه ومعاها كل كائنات الاسكوجليز اللي هي مربياها. بتخليهم يهجموا عليه وبتحطه جوه كبسوله وبتطلعه الفضاء. بعدها بتروح كبري علشان تساعد اركي وباباها. اركي بتقول لهم ان عندها فكره تستخدم المرايات وبتخلي كل اللي معاها يساعدوها، وبينجحوا انهم يدمروا الجهاز من غير ما تحصل اي خسائر. وبعد ما تخلص على طول الشمس بتطلع، وبيكونوا كلهم مبسوطين وفرحانين باركي اللي انقذتهم وقدرت تحميهم من الانفجار. وباباها بيروح يتعرف على بوني وايج، وبيستخدم قدرة تجديد الخلايا في انه يعالج ايج. وبعد ما بيخلصوا كل حاجة بيرجعوا يعيشوا على الجزيرة تاني، وبوني وايج بيروحوا معاهم وبيكونوا كلهم مبسوطين. كده تخلص حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.